هاي هاي يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب دايما تكونوا بخير. هنبدأ كده زي ما انتم شايفين، برضو مستمرين في مخبوزات العيد. النهاردة هنعمل اللانكشير زي ما انتم شايفين كده. تحفة تحفة يا بنات، دايب دوبان. شكله وطعمه جميل جدا. كمية بسيطة عملت لي الكمية دي كلها من غير اي تكاليف، مش مكلف، وشكله بصراحة مغري. تعالوا يلا بينا نبدأ نشوف المقادير بتاعتنا شكلها ازاي. اهو زي ما انتم شايفين، كوباية سمنة، كوبايتين دقيق، نص كوباية من السكر، نص كوباية من النشا. خدنا كوباية السمنة كده، يعني الجو كده اليومين دول حلو، فهتكون بدرجة حرارة الغرفة عادي، يعني مش مشكلة، مش لازم تكون متجمدة. تمام. وهنضربها، حاطين عليها نص كوباية السكر، وهنضربها لحد ما تبقى بالقوام الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. وشكلها بصراحة وطعمها في حتة تانية. بس كده خلاص بقى القوام هنا معايا كريمي. هننزل ببيضاية وظرف فانيليا، يعني هو المقدار. لو البيضاية صغيرة يبقى 2، لو البيضاية كبيرة وحلوة يبقى 1 كفاية. تمام. هنا كانت معايا البيضاية يعني حلوة كده كبيرة، فاخدتها وضربتها بالمضرب زي ما انتوا شايفين. وبعدين نزلت بكوبايتين الدقيق ونص كوباية النشا، ونخلتهم على المكونات زي ما انتوا شايفين. وحط يعني معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر. بس كده، سهلة وبسيطة ومش هتاخد معانا وقت ومش مكلفة، والكمية بتاعتها حلوة، هتكفينا زي ما بقولك في كل مرة. حاولي ان انت تفرحي ولادك وتبسطيهم لو بأقل الامكانيات. مش لازم ان احنا يعني نعمل كميات كبيرة علشان نرضي نفسينا او ان احنا نبقى زي غيرنا. لا، هما كوبايتين دقيق هيجيبوا طبق محترم يكفيكي يوم واتنين، وكده بسطتي ولادك وفرحتيهم بكل سهولة. الموضوع مش محتاج. تمام. هنا هشكلهم كده، تكوريهم كور صغيرة كور كبيرة زي ما انت عايزة. هنا بدأت اكورهم، والعجينة دايبة ما شاء الله، مش محتاجة اي حاجة. اهو زي ما انتوا شايفين، اهو شايفين كل مرة بقول لكم ولاده. هنا ابني كان الصغير عايز يشتغل معايا، فقلت له خلاص تمام يلا كور. بما ان احنا بنلعب بلي يعني كده، فكور كور فضل يعمل واحدة صغيرة واحدة كبيرة، فقلت خلاص كده مش مشكلة. اهو بيوريكم ان احنا خلصنا الكمية بتاعتنا. هناخدها بقى على الفرن على درجة حرارة يعني 180. ما بتاخدش في الفرن وقت كتير يا بنات، وبنشغل زي ما بنقول وكل مرة من تحت بس، مش بنشغل فوق. اهو شايفين ما شاء الله دايبة وهشة، ذوبان رهيب. بس كده هنسيبهم بقى يبردوا وبعدين نشكل. هنا كانوا بيردوا، يعني انا ساعة ما انا كنت بوريكم معايا ايه، معايا مربى ومعايا شوكولاتة نوتيلا، وده فرماسيه ملون وفرماسيه بالشوكولاتة. تمام. دي نوتيلا طبعا انا مدوباها في شوية من الزيت بس. هحشيها، ممكن تحشيها مربى بس، ممكن شوكولاتة بيضة، اللي يريحك. برضو زي كل مرة هقول لكم الحشو ده على حسب الرغبة. بس هنا زي ما انتوا شايفين بقى، فضلت مربى وشوكولاتة، مربى وشوكولاتة، وبغمزهم كده في النص على الفاصل اللي بينهم هما الاتنين. اهو شكلهم تحفة وطعمها جميل بصراحة. هي شبه البيتي فور شوية، بس تحسوها شوية احلى من البيتي فور. شايفين طبعا انا عملت كم واحدة معاكم وقعدت خلصت الكمية بتاعتي كلها. وشايفين يا بنات من كوبايتين دقيق، مش مكلفة. يلا ما تنسوش لايك وشير. مع الف